في فيروس لو دخل جسمك يقدر يعمل نزيف داخلي ويموت بسرعة، وناس قالت إنه ظهر في الغردقة. طب إيه الحقيقة؟ تعالى نفهم. فيروس ماربورغ ناس كتير أول مرة تسمع اسمه، بس هو قريب جدا من فيروس مشهور اسمه إيبولا. الاتنين من نفس العيلة اسمها فايلو فيروسز، ودي فيروسات بتسبب نزيف داخلي وخارجي لما تضرب الأوعية الدموية. ماربورغ بيبدأ من الخفافيش اللي بتاكل الفاكهة، وبعد كده ممكن يعدي البشر. طب هيعديهم ازاي؟ من سوائل الجسم: دم شخص مصاب، العرق، الترجيع، اللعاب، البول. يعني لازم ملامسة مباشرة، مش بيتنقل من الهواء، مش زي البرد ولا كوفيد 19. وده اللي يخلينا نطمن. طب ايه الأعراض بتاعته؟ أول يومين 3 بتلاقي حرارة عالية، صداع شديد، وألم في العضلات أو في الجسم عموما. بعدها نبدأ في المرحلة الخطيرة، وهي قيء شديد وإسهال وطفح جلدي، وبتلاقي نزيف من الفم والأنف ونزيف تحت الجلد. نسبة الوفيات ممكن توصل من 50 ل 90% لو مفيش علاج سريع، والمشكلة إن مفيش دواء يقتل الفيروس ده. لكن العلاج بيكون سبورتنج، يعني بنعالج الأعراض بس: محاليل، نقل دم، أدوية توقف النزيف، وأكسجين، وده بيحسن فرصة النجاة. طب هل ظهر في الغردقة؟ لحد دلوقتي مفيش أي إعلان رسمي عن إصابة واحدة، اللي منتشر مجرد شائعات وخلاص. وعلى فكرة إحنا ساعات بنخاف من فيروس زي ماربورغ مع إنه نادر جدا، وننسى فيروس بنقابله كل سنة وهو الإنفلونزا. ليه الإنفلونزا بترجع كل سنة بشكل جديد؟ لأن الفيروس ده ذكي جدا، كل شوية يغير في الشكل الجيني بتاعه، يعمل حاجة اسمها تحور، وده يخليه يظهر في موسم جديد بسلالة مختلفة. عشان كده ممكن يجيلك مرتين، ممكن يجيلك كل سنة، وممكن تبقى الأعراض جديدة عليك كل مرة. والناس فاكرة إنه بسيط، مع إنه ممكن يعمل مشاكل كبيرة للناس اللي مناعتهم ضعيفة. الفكرة كلها إن الفيروسات بتتطور، بس إحنا كمان لازم نتطور، نغسل إيدينا، ناخد الأخبار من مكان رسمي، نفهم مش نخاف كده وخلاص. ودايما نفتكر إن الوعي أقوى من أي فيروس. وما تنساش، معلومة طبية واحدة ممكن تنقذ حياتك. والسلام عليكم.